السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم مروكو فوريفر. نتمنىكم وكعادتنا أن تكونوا في أفضل أحوالكم وفي صحة جيدة. الأصدقاء مرحبا بكم في فيديو جديد غادي تشوفوا فيه إن شاء الله التعليق ديال الإعلام بخصوص الطريقة اللي تم الاستقبال بها الشعب المغربي، يعني المنتخب الوطني المغربي الذي عاد من قطر، يعني من منافسات كأس العالم يعني 2022. يعني فالأصدقاء اكيد على ان المنتخب، على ان الشعب المغربي يعني بهذا الاستقبال، بهذه الحفاوه، انه يفتخر بالانجاز الكبير الذي قدمه المنتخب الوطني المغربي خلال منافسات يعني كاس العالم، يعني نسخه قطر 2022. فالاصدقاء نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في النهايه. المنتخب المغربي وصل النهارده المغرب. البعض كان يتحدث انه مش هيبقى فيه استقبال بالشكل لا اطلاقا. كان هناك الالاف في شوارع العاصمه عشان يكرموا اسود الاطلسي بعد حصولهم على المركز الرابع. فيش كلام انه المغرب يستحق احلى واجمل استقبال. طبعا خلي بالك انه استقبال شعبي وملكي. بعثة المنتخب المغربي وصلت النهارده الى مطار الرباط سلا، والالاف في استقبالها. واعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة بالدولة ان المنتخب سيحظى باستقبال شعبي وجماهيري كبير يبدأ من مطار الرباط وصولا الى القصر الملكي. طبعا المغرب يا جماعة تصدرت مجموعتها، مجموعة السادسة، بتعادل مع كرواتيا وفوز على كندا وبلجيكا، وراحت لمنتخب اسبانيا في دور ثمن النهائي عشان تفاجئ الجميع بفوز تاريخي بركلات الترجيح 3-0، وتروح بعد كده تقابل منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي وتصنع المفاجأة ذاتها وتفوز 1-0، ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كاس العالم. سمعنا.
وطبعا ده استقبال جلالة الملك محمد السادس للمنتخب المغربي. وطبعا موجود الأستاذ فوزي لقع رئيس الاتحاد المغربي صاحب الأفكار الرائعة، الأفكار الرائعة اللي طورت الكرة المغربية بعد غياب أكثر من 14 أو 15 سنة للأندية الإفريقية والمنتخبات عن التتويج. الراجل جه وفكر خارج الصندوق، خارج الصندوق. مين اللي فكر؟ رئيس الاتحاد المغربي ومجلسه. بحيي طبعا الشعب المغربي انه قدر ما فعله منتخب بلادهم او منتخبنا المنتخب العربي، وندل بهذا الزخم الكبير اللي حضراتكم شفتوه حتى يشعر اللاعبون بتقدير الشعب. ومرة تانية للمسؤولين عن الكرة في مصر، هذه كرة القدم اللي بتسعد الشعوب. عندما تعملون لابد أن تفكرون وتبذلون الجهد عشان يبقى عندك منتخب لائق يسعد الملايين زي ما المنتخب المغربي أسعد ملايين شعب. كيف ما شاهدتم معنا الأصدقاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، فيديو رائع أكيد جدا أننا شفنا فيه يعني التعليق ديال الإعلام بخصوص الحفاوة الكبيرة اللي تم الاستقبال بها المنتخب الوطني المغربي من طرف يعني الجمهور. جماهير غفيرة وأحشاد من الجماهير غفيرة حجت إلى مدينة الرباط يعني من أجل استقبال المنتخب الوطني المغربي، من أجل استقبال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي اللي يشرفوهم، اللي يشرفونا واللي يشرفوا المغاربه يعني في هذا كأس العالم. فالأصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تدعمونا، تخلوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس من اجل انه يوصلكم كل جديد اللي كيتعلق بالاخبار ديال المغرب. فتهلاو في راسكم الاصدقاء، نتلاقاو في فيديو اخر بموضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.